هلاو في ماتريكس بالدارجه. الا كنتي شي واحد اللي كيحس براسو انه كيضيع وقته بزاف وكيشدو تانيب ضمير على هاد القضيه، ودخلتي لهاد الفيديو ولو عندك ضمير وباغي تطور من راسك بزاف، فما تخافش. فهاد الفيديو يقدر يكون مخصص لك انت، واصلا عارفك في هاد الوقت محتاج شي حاجه بحال هكا غتخليك تخرج من منطقه الراحه ديالك. ما تنساش ديك لايك. نبداو على بركه الله. فالتفكير ديالنا والمايسيب ديالنا ما يقدرش يركز في كثر من جوج الحوايج في دقه واحده، لان دماغنا مقسم على جوج. وإلا ما كنتيش عارف هادي فكول قرقاع نعم سيدي. نكملو. قلنا انه مقسم لجوج اطراف، الليت براين والريت براين. فالليت براين هي الجهه اليسرى اللي كتفكر بالمنطق او المسؤوله على اللوجيكال، والريت براين هي المسؤوله على الابداع. وهنا كيجينا الكونسيبت ديال لوجيك فيس كرياتيف. هاد الكونسيبت كيطبق علينا عامه. مثلا الا كنتي مركز على شي حاجه لوجيكال بحال الخدمه او الفهم ديال شي درس ديال الماش وتفهمتي مزيان ودزتي نيشان لشي كتاب ديال التمارين، فهنا دماغك ما غيستحملش داك الوضع وما غتقدرش تحل دوك التمارين، حقاش هنا غتكون دزتي من اللوجيك الى الكرياتيف. غتقول في راسك انك ما كتفهمش ومكلخ، ولكن انت غير خاصك تاخد واحد ساعتين راحه ما بين هادي وهادي. فحاول تقاد وقت الصباح للفهم وفي العشيه للتخريج. وهذا الموضوع ديال تنظيم الوقت كيحتاج صراحه فيديو ديالو لراسو، وإلا بغيتو شي فيديو خلي لي في كومنتير وعلى الراس والعين. دوزو لتاني حاجه، واللي هي كل بلاصه عندها الطاقه ديالها الخاصه بها. يعني الا كنتي كتخدم في بيتك فاوتوماتيكمون عقلك غيقول هاد البلاصه ديال الخدمه صافي. وهنا الا بغيتي تتفرج ما غيصلحش لك البيت ديالك، حقاش ما غتلقاش المتعه ديالك تما. حاول كل بلاصه خصص ليها بلاصتها. ندوزو لثالث حاجه. شوف، الا كنتي مركز على شي حاجه مثلا الخدمه او القرايه، فحاول قدر الامكان حيد من حداك اي مصدر تشتت راه كتاثر عليك بزاف وبزاف كاع لهاد الدرجه. فواحد الدراسه اللي تكتشفات مؤخرا ان كاين وصلك غير ميساج من اي موقع وانت ديجا كنتي مركز في شي خدمه او لا شي حاجه بحال هكا، فالتركيز ديالك غيمشي 25 دقيقه عاد غيرجع للتركيز اللي كان عندك في الاول. فحاول تبلوكي كاع لي نوتيفيكاسيون وتعمق ليه في الخدمه ديالك. بحاجه واللي هي تقريبا اهم حاجه في الحياه ديالنا، وإلا ما نضتيش طبقتيها دابا فغتكون اصلا ضيعتي وقتك لانك تفرجتي في هذا الفيديو. اصلا عرف راسك فين غادي. تخيل معايا انك نضتي الصباح فطرتي وهزيتي اي وسيله نقل وتميتي غادي وما عارفش فين غادي، شنو غيطرا في الاخر؟ ما غتوصل حتى بلاصه ياك. فحاول تشد شي ورقه قيد فيها داكشي اللي باغي دير غدا قبل ما تنعس. دير شي تو دو ليست اللي ديال النهار ديالك كامل في الصباح، واصلا قبل هادشي كامل دير شي وقيت في النهار ديالك واليوم علاش لا، وبدا تخطط الاهداف ديالك في شي خطاطه وخطط لحياتك من هنا ل10 سنين شنو غيطرا. واخا تكون عندك اكثر من 25 حتى 45 عام بعدا غتكون حققتي شي حاجه في حياتك وعرف راسك فين هو غادي. كسل، تأجيل، لا مبالاة، عدم إبراز الأهداف اللي غيبدلوا حياتك، هذا هو اللي كيضيع الوقت ديال بزاف الناس. كون أكثر إيجابية واستغل كل لحظة في حياتك باش تنتعم بحياة سعيدة مليئة بالنجاح والتقدم إن شاء الله. وإذا كان أي انتقاد خلي لي في كومنتيرات. كان معكم علاء. ما تنساش لايك سبسكرايب تو ماي شانل. جود باي.